لكي نجتهد فيه اجتهادا ليس فقط فرديا وإنما أسريا أيضا. موضوع هذه الندوة الكريمة هو إصلاح مدونة الأسرة والمخاطر المحتملة. لا شك أن موضوع الأسرة على الصعيد العالمي يتعرض لهجمات كبيرة جدا. هذه الهجمات يقودها أصناف من الناس تختلف توجهاتهم، ولكن الذي يجمع بينهم جميعا هو ما قاله الله عز وجل في وصف بعض الفئات من الناس، حيث قال: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. هناك تعمد إهلاك الحرث وإهلاك النسل والقضاء على الأسرة بالمعنى الطبيعي الفطري الذي عرفته البشرية، والخروج بأشكال هجينة للعلاقة بين الرجال والنساء أو الرجال والرجال أو النساء والنساء. والمغرب كبلد مسلم لم يخلو من هذه الهجومات وهذه الضغوط التي تمارس عليه. فالمغرب منذ دخله الإسلام كان يحتكم إلى الشريعة الإسلامية في قضاياه الأسرية والمجتمعية والمالية وغيرها. بعد دخول الاستعمار اقتطع أجزاء من نظامنا القانوني، خاصة في المعاملات المالية، مثلا التوثيق، وأخذ بها بالقانون المدني الفرنسي، لكن بقيت الأسرة حصنا حصينا. وبعد الاستقلال صيغت مدونة الأحوال الشخصية ل 1958 و 59، وقعت تعديلات لهذه المدونة خاصة في 93، ثم 2004 كان صدور مدونة الأسرة المغربية. الآن بعد مضي قرابة 20 سنة، وهي مدة في تقديري ليست طويلة جدا، لكن فعلا هناك اختلالات تحتاج إلى استدراك. ولهذا الخطاب الملكي كان من أجل استدراك الاختلالات في التطبيق والتنزيل لهذه المدونة، ولم يكن دعوة إلى بناء جذري لمدونة الأسرة. لكن الذي حصل أن هناك منظمات تمتح من المنظومة الغربية استغلت هذه الدعوة، فرأينا الحراك الذي وقع والمذكرات التي سمعنا بها. بل هناك مؤسسة دستورية اللي هي المجلس الوطني لحقوق الإنسان طرح في مذكرته قضايا وأفكار تتعارض مع الدستور المغربي، ماشي مع الإسلام، مع الدستور المغربي في تعريف الأسرة مثلا إلى غير ذلك من القضايا. فبالتالي الهجوم والمخاطر هي موجودة وستظل موجودة ما دام هناك تدافع بين الخير وبين الشر. وأعتقد أننا كمفكرين كأعضاء في جمعيات مدنية بحاجة إلى اليقظة إزاء هذه المخاطر وإزاء هذا التدافع، وإلى أن نعد العدة لكي نحمي هذا الثغر الذي هو في الحقيقة ثغر كبير وخطير جدا. لأن استقرار الأسرة ودوام الأسرة وقيام الأسرة برسالتها هو يعني صلاح المجتمع، ويعني التنشئة السليمة للأفراد، يعني تنمية المجتمع، يعني قضايا كبيرة. فإذا دمرت الأسرة لا قدر الله فإن المجتمع سينهار بالتبع. مداخلتي أقسمها إلى 3 محاور. المحور الأول حول هذا العنوان: هل فعلا هناك إصلاح؟ ثم حول المخاطر إجمالا والحاجة إلى التحصين ضد هذه المخاطر. المحور الثاني حول تحديد بعض المخاطر المرتبطة بالتوجهات التي تم الإعلان عنها بعد عرض الأمر على المجلس العلمي الأعلى. ثم المحور الثالث: ما هي حيلتنا وما هي المقترحات لأجل درء هذه المخاطر وتحصين الأسرة المغربية المسلمة. أبدأ بالمحور الأول. المحور الأول لا بد أن أؤكد كما قلت سابقا بأننا ينبغي فعلا أن نتغير الإصلاح للإفساد.
لأن الله يحب المصلحين ولا يحب المفسدين. ومن ثم أعتقد بأن كل من له غيرة على هذا الوطن لا بد أن يحذر من أن يكون سببا في هدم هذا الركن الركيم الذي يطمئن إليه المغاربة. آخر تقرير للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية قام بدراسة حول ثقة المغاربة، أو ما هي الدوائر التي يرتبط بها المغاربة ويثقون فيها. هذا التقرير فيه كلام بأن يتجلى الاستقرار النسبي للنموذج المغربي في تميز الرابط الأسري عن بقية الروابط الاجتماعية الأخرى. معنى الرابط الأسري هو اللي عنده الصدارة، الناس يثقون في الأسرة ويحرصون على الأسرة، ولهذا حذاري من أن نكون سببا في هدم هذه الركيزة للمغاربة. النقطة الثانية حول المخاطر المحتملة والإصلاح، وأننا ونحن نتحدث عن الإصلاح نصلح مدونة من ولمن. هذه مدونة الأسرة المغربية التي يسكنها أكثر من 99% من المسلمين، فبالتالي هي مدونة موجهة للمسلمين. وإن كان عندنا أقلية قليلة جدا من اليهود ممن بقوا في بلدنا المغرب، فإن المادة أعتقد الثالثة من مدونة الأسرة المغربية تؤكد على أن اليهود المغاربة يحتكمون إلى مدونة الأحوال العبرية. ولا أحد حسب علمي، ربما الأستاذ الخلفي أكد هذه المعلومة، حسب علمي من هذه المنظمات الحقوقية والنسائية قام بدراسة نقدية لمدونة الأحوال العبرية ولما فيها من ظلم على المرأة ومن جور ومن كذا ومن كذا. معنى أن الهجوم كله لنا لمدونة الأسرة التي يحتكم إليها المغاربة. وبالمناسبة إن استبدال الاسم فيه جانب إيجابي، هو أن هذه مدونة ليست للأفراد وإنما للأسرة، ولكن راه الاسم القديم يحيل على أن مدونة الأسرة هي أحوال شخصية ترتبط بعقيدة الإنسان بدين الإنسان. هذه ليست أحوال مدنية كبقية الأحوال. فبالتالي لا بد أن نراعي بأننا ونحن نضع القانون ونصلح القانون ونعدل القانون هو موجه لفئة من المسلمين عندهم دين، عندهم عقيدة، وبالتالي لا بد أن تكون المدونة مصطبغة بصبغتها الإسلامية. العلامة الدكتور بن حمزة حفظه الله قال بأن إخراج المدونة عن جبتها الشرعية هذا الحلم المستحيل، ولكن أعتقد بأن المعادين للمنظومة الإسلامية هم جادون في اجتثاث المدونة عن هذا الإصل الركيم. ولهذا كانت هناك مطالبات مثلا بإلغاء المادة 400 من مدونة الأسرة. والمادة 400 من مدونة الأسرة هي آخر مادة تبين المرجعية وتبين بأن أي خلاف وقع بين القضاة في التطبيق فإننا نعود إلى الفقه المالكي والاجتهاد الشرعي بضوابطه. هم يريدون جعل هذه المدونة لا لون لها ولا طعم أو تحتكم إلى المواثيق الدولية. ولهذا المجلس العلمي الأعلى كان موفقا حين تشبت بهذه المادة، لأن المدونة هي تمتح من الشريعة، من القرآن، من السنة، من المصطلحات الفقهية الكثير. يكفي غير نعطيكم بعض الكلمات. يمكن العلامة ابن حمزة أعد في الكتاب ديالو اللي دار حول مرافعات حول مدونة الأسرة أكثر من 88 مرة فيها مصطلحات لها علاقة بالشريعة: النكاح، العدة، الأهلية، الولاية الشرعية، الذمة، الإحصان، التنزيل، الصداق، الوصية. بمعنى راه المدونة كلها مرتبطة بالشريعة وبالفقه الإسلامي. المسألة الأخرى دائما في إطار هذا الإصلاح هو أننا بحاجة إذا كنا جادين في الإصلاح أن نقيم الإصلاح على دراسات علمية حقيقية وليس على الظنون والتخرصات. كثيرا ما نواجه بكلام ولكن عندما نبحث عنه لا نجد له دليلا
منطقيا ولا علميا. مثلا يقولون لنا بأن الفتاة إذا تزوجت قبل 18 سنة هي عرضة سقوط الحمل، عرضة للأمراض النفسية، عرضة كذا. هل عندكم من دليل؟ وما الفرق بين 17 سنة و18 أو 19 أو 16؟ وكيف كانت الأمهات ديالنا تزوجنا في 16 سنة وأنجبنا 8 و9 أولاد؟ معناها لا بد من دراسات علمية. وحتى إذا قدرنا أن هذه الدراسة ما نسبتها، لأننا إذا أردنا أن نقرر القاعدة لا تقرر على الحالات الاستثنائية، تقرر على الأغلبية. كذلك يطرحون ما قد يقع لبعض البنات في غياب الإخوة من الذكور، حيث يأتي العصبة ويعطون صورة كارثية، كأن ليس في المغرب إلا البنات، وإلا أن هذا الأب يموت ولا يبقى إلا العصبة الإخوة الذين يصورون كأنهم بين قوسين عصابة سيأخذون التركة ويشردون هؤلاء البنات. كم نسبة هذه الحالات؟ وكم نسبة من لا يفي لعصبته بحقوقهم ويعتني بهن، بل وأحيانا قد هو يعطيهن إذا كن فقيرات؟ فبالتالي نعتقد بأن الإصلاح ينبغي أن يقوم على هذه الدراسات الميدانية. نقطة أخرى دائما هي الجدل والتلازم بين القانون وبين قيم المجتمع. القيم كما سنرى في المخرجات هي الأساس، ولكن علينا أن نعي بأن الذين يسعون إلى تغيير المدونة هم واعون بأن القانون قد يغير من عقليات المجتمع، يغير من ثقافة المجتمع، يغير من قيم أفراد المجتمع، وبالتالي لا بد من هذه اليقظة لخطورة التعديلات القانونية. نعطيكم غير مثال: الحراك الذي كان في سنة 2000 حول المدونة، إذا تذكرتم أعتقد بأن من القضايا التي كانت الحركات الإسلامية والطيف الإسلامي يعتبرها خط أحمر موضوع الولاية مثلا، تذكرون؟ وكنا نرى بأن الولاية هي الركن الخامس من أركان الزواج، وبأن إزالة هذه الولاية هذا خراب للأسرة وكذا. وفعلا أمضي هذا الأمر، وأصبحت المادة أو المدونة تنص على أن الولاية هي حق للرشيدة تمارس حسب اختيارها وتختار من تشاء من الأولياء. هذا فيه أخذ بشق من كلام الأحناف، ولكن ليس هو مذهب الأحناف كاملا، لأن الأحناف يقولون بالاعتراض البعدي وليس الاعتراض القبلي. ولكن دعوني أقول لكم بأن هذا التعديل، حيث أقيمت دراسة درسها وزارة الأسرة والتضامن كنظن في عهد جميلة مصلي أو اللي قبل منها ربما الأستاذة الأخرى اللي كانت وزيرة ديال الأسرة حقاوي، 2016 يمكن. هذيك الدراسة اللي دارت حول التمثلات، فعلا الحمد لله وجدوا أنه إلى الآن أغلب الفتيات والفتنان لا يتزوجون إلا بعد استدعاء وإحضار الآباء والأولياء، معنى أن التأثير للقانون ما زال ضعيفا، ولكن بعد 2 أجيال 3 4 أجيال، وبالتالي راه تعديل القانون راه يسهم في تغيير العقليات والثقافة. وبالتالي فإن الترافع لأجل أن لا يخرج القانون عن دائرة ما أحل الله وما حرم الله، هذا ترافع يجد السند دياله في أن التعديل القانوني قد يؤثر على التصورات والثقافة والقيم. بعد هذا أنتقل إلى المحور الثاني حول مخاطر بعض ما ترشح لحد الآن حول التوجهات، لأن إلى الآن ليس عندنا مواد المدونة، ما زالت اللجنة تشتغل. لكن اللقاء الصحفي الذي عقده وزير الأوقاف مع وزير العدل قدموا تقريبا 17 تعديلا التي عرضت على أنظار المجلس العلمي الأعلى لكي ينظر فيها، وهذه هي التوجهات الموجودة. ولكن نأمل في إطار التدافع أن تخرج فعلا التي رفض المجلس رفضها، وينبغي أن يبقى الرفض أوفياء لهذا الرفض، ولكن ما قبل منها لا بد أن ننظر في تفاصيله، وأن ننظر في كيفية إخراج تلك المواد لئلا تكون لا قدر الله مدمرة للمقصد
الذي من أجله تم القبول. والمغاربة تيقولوا راه الشيطان يكمن في التفاصيل. فبالتالي سأعرض فقط بعض القضايا التي أرى بأن فيها مخاطر حول الأسرة وحول بناء الأسرة. المسألة الأولى نبدأ بها هي موضوع ديال تثمين العمل المنزلي. أقول لكم أنا مع تثمين العمل المنزلي بمعنى معين، بمعنى أن المرأة المغربية تقوم بعمل يستحق الإشادة والتنويه والتثمين، والنبي عليه السلام كان يقدر هذا الأمر، ولهذا كان إذا دخل البيت يكون في خدمة أهله. لكن هذا التثمين هل بمعنى أن تصبح العلاقة بين الزوج والزوجة داخل الأسرة علاقة شركة، هناك مؤجر وهناك الأجير أو الأجيرة؟ هذا إذا اعتقدناه سندخل في نفق مظلم سيبعد الأسرة عن طبيعتها كعقد، كما قال فقهاؤنا، قائم على المكارمة وليس على المكايسة. قبل أيام جاءني شاب مهندس وعنده استقلال الحمد لله مادي، لم يتزوج بعد، وتذاكرت معه، قال لي: أصدقك القول أستاذي، أنا أنتظر مخرجات هذه المدونة قبل الزواج. أنا عنده هذا التخوف، عنده هذا الهاجس. وإن كان قلت له كما سأؤكد في المحور الثالث: هب جدلا أنك في بلد علماني أو في تركيا، رغم أنه بلد مسلم ولكن النظام كله علماني، لا بد أن تتزوج، هو سنة الحياة والنبي عليه السلام أمر به والقرآن الكريم، ولكن الذي ينبغي أن يسود هو ما هي القيم التي نبني عليها هذه الأسرة. لكن لأن حسب ما تسرب لحد الآن وزارة العدل هي تسعى إلى أن تأتي بنماذج من دول غربية ودول أمريكا الجنوبية التي هم في حقيقة الأسرة هي قائمة على عقد مادي. منذ بداية العقد يتفقون على المسؤوليات، من سينفق من سيعطي. نحن المدونة ديال الأسرة النفقة كاملة والصداق والتبعات تقوم على الزوج، والمرأة إن فعلت فهي تتطوع. ولهذا إذا أردنا في تقدير إنصاف المرأة لا بد أن هذا التثمين ينبغي أن تتولاه الدولة بالأساس. الدول الغربية التي تعرف قيمة الإنسان تقدم دعما ماديا للمرأة التي تريد أن تتفرغ لتربية الأبناء، وتعطيها إجازة طويلة المدى 3 سنوات أو 4 أو 5، ومكافآت وتشجيعات. هذا هو الذي ينبغي أن يكون، وخاصة إزاء الإحصاء الأخير الذي أعطى ناقوس الخطر بأن عتبة تجدد الأجيال نحن دون هذه العتبة اللي 2.1، احنا الآن 1.99 كنظن، معنا عندنا خلل كبير. إذا أردنا للأسرة أن تنتج الأجيال وأن نجدد الأجيال ينبغي أن نشجع المرأة فعلا، إما لكي تتفرغ إذا كان الزوج الحمد لله يغنيها عن العمل، أو على الأقل بدل أن تشتغل طيلة اليوم تشتغل نصف يوم أو أقل. ولكن الدولة ينبغي أن تقوم بالمكافآت. ثم إذا نظرنا إلى أحوال الأسرة المغربية مقارنة مع الأسر الأخرى، كم هي الأسر التي فعلا فيها الزوج عنده ثروة واكتسب ثروة ينبغي أن نقتسمها بعد الزواج؟ غالبية الأسر المغربية بعد وفاة الزوج لا يجدون حتى السكن، يسكنون في بيت الكراء. فبالتالي إذا فعلا كانت الدولة تنظر إلى هذه المرأة اللي هي تحتاج للدعم والكذا، عليك أن تقدري أن هذه المرأة لا قدر الله إذا مات الزوج أو إذا وقع الطلاق مفروض أن الدولة تتكلف بهذه المرأة، لأن الدستور المغربي يقول الأسرة القائمة على الزواج الشرعي هي محضن الأساس للمجتمع، والدولة تسهر على العناية بالأسرة، مادة 32. إذن الدولة لا بد أن تقوم بدورها بدل أن نلقي الأمر على الزوج فقط. والمادة 49 في تقديري هي تتضمن هذه الإشارة، ولكن ليس بمعنى الإجارة، لأن المادة 49 لما نقرأها
كيقولوا راه الذمة المالية مستقلة إذا لم وهناك إمكانية عقد اتفاقي، إذا لم يكن هذا العقد يرجع للقواعد العامة للأثبات مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة. معنى راه المادة كما قال بعض القضاة هي تتضمن معنى لا قدر الله وقع مثلا الطلاق أو تطليق للشقاق، القاضي عند تقدير المتعة فهو ينظر إلى ما تحملته الزوجة من أتعاب من مشاق كذا، ربما كانت هي إطار وتفرغت للعناية بالأسرة، فإذا المتعة فعلا راه تقدر بهذه المعطيات مدة الحياة الزوجية. إذن على كل حال هذه النقطة أعتقد هي فعلا تشكل خطورة على الإقبال على الزواج، خطورة على ضمان استقرار الأسرة، فلا بد من فعلا نأمل أن اللجنة القائمة أن تنظر بنظرة دقيقة حول إضافة هذه المسألة. ننتقل إلى النقطة الثانية التي أيضا تطرح إشكالات، وهي لها علاقة بالرعاية المشتركة أو المسؤولية المشتركة على الأسرة. كان هناك في مدونة الأحوال الشخصية أن في تعريف عقد الزواج أنه عقد كذا وكذا تحت قوامة الزوج. طبعا الضغوط ديال المنظمات الدولية أزيل هذا المصطلح تحت قوامة الزوج من مدونة الأحوال الشخصية. مدونة الأسرة ل 2004 تحت رعاية الزوجين، ونحن لا نعارض الرعاية المشتركة باعتبار فعلا أن أثناء قيام الزوجية هي رعاية مشتركة، وهي النبي عليه السلام قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لكن مع ذلك لمن المسؤولية؟ لمن القرار في إدارة الأسرة؟ لنفترض أنه وقع اختلاف، ولهذا المقترحات الحالية الآن التي عرضت على أنظار المجلس العلمي الأعلى لها علاقة بأمرين اثنين، ما هضروش على القوامة راه هي ما بقاتش، ولكن هناك حديث حول النيابة الشرعية وحول الحضانة. النيابة الشرعية المدونة الحالية تقول بأن النائب الشرعي هو الأب، لأن هذه مرتبطة بالنساب إلى آخره. لكن الآن هناك مقترح أن تكون نيابة شرعية مشتركة. نعم النيابة الشرعية مشتركة برضا الزوج وباتفاق، هذا مشروع أيضا، خاصة الزوج إذا كان غائب أو مسافر أو عنده ظروف خاصة لا بد للأم أن تعطى هذه الصلاحية لئلا نقع في تلك الحالات التي يذكرونها: سافر الزوج وأرادت الزوجة أن تنقل الأبناء من مدرسة إلى مدرسة أخرى ورفض لها. هذه حالات فعلا تعطى لها، والمدونة الحالية فيها ما ييسر هذا الأمر، لكن التنصيص عليها لا بأس. لكن مع ذلك لا بد أن نتنبه، لأن إذا قلنا بأن النيابة مشتركة ووقع الخلاف في تدبير قضية من القضايا نلجأ إلى المحكمة. كان المقصد الذي طالبت به الجمعيات والعقلاء هو أن نخفف العبء على المحكمة، ولهذا تم الاتفاق على اعتماد مؤسسة للصلح والوساطة خارج المحكمة. الآن نريد أن ندخل المحكمة في كل خلاف يقع حول تدبير أمور الأسرة. نحن سنستقبل بعد أيام عيد الفطر المبارك، الزوج عنده الوالدين ديالو في زاغورة ولا في مكناس ولا الرشيدية وأراد أن يسافر إلى هناك. الزوجة قالت لا، وما كان بعيد الظروف وكذا نقضي عطلة العيد هاهنا. لمن القرار؟ نمشيو نديروا دعوة استعجالية للمحكمة لكي تفصل بيننا؟ فالأصل هو نعم الله تعالى قال وأمرهم شورى بينهم، ولكن راه القرار في نهاية المطاف هو للزوج، فهو هو الرجال قوامون على النساء، فبالتالي لا بد من هذا الأمر من أن نعي بهذه الخطورة حول قضية النيابة الشرعية المشتركة وما يمكن أن تبثه من نزاعات بين أفراد الأسرة. موضوع الحضانة أيضا لا يطرح إشكالا أثناء الحياة الزوجية، لأن الحضانة راه فعلا هي للنساء والأم تقوم بها، والزوج طبعا راه هو يعينها كنائب شرعي أيضا. لكن لا قدر الله إذا وقع الطلاق هنا كاين الإشكال. المدونة الحالية كانت تشير بأنه إذا وقع الطلاق الحضانة هي للأم ما دام الطفل لم يتجاوز 7 سنوات أو عنده إعاقة أو له ارتباط خاص بأمه يمنع من أن
تتكلف به امرأة أخرى. الآن المقترح الذي اقترح الآن على المجلس العلمي الأعلى هو أن المرأة وإن تزوجت لا تسلب منها الحضانة، لأن بعد 7 سنوات المدونة الحالية إذا تزوجت يمكن للزوج أن يطالب بانتقال الحضانة إليه. على كل حال سلب الحضانة من الأم بشكل تلقائي لا نراه صائبا أيضا، لأن الأصل أن الحضانة هي للنساء، وليس الأب بأقدر على حضانة أبنائه من الأم. ولهذا هذا الأمر ينبغي أن ينظر فيه دائما في تقدير إلى المصلحة الفضلى لذلك الطفل. هل المصلحة الفضلى أن يبقى مع أمه وإن تزوجت لأن كاين ظروف مناسبة وكاين تربية، أو أن ينتقل إلى أن يعيش مع زوجة أبيه التي قد تكون لا قدر الله قاسية عليه وعنيفة وتستخدمه، وقد رأينا حالات من هذا القبيل. وبالتالي هذه القضية الحضانة بعد الطلاق ينبغي أن توضع رهن إشارة القضاء، والذي يقدر عن طريق الخبيرة الاجتماعية ما هو الأصلح والأوفق لهذا الطفل. ولعل المقترح الأسلم هو على الأقل الحضانة تبقى دائما عند الأم إلى سن التمييز، وبعد سن التمييز ل 12 سنة يمكن فعلا أن يقدر القضاء أين هي مصلحة الابن، هل هنا أم هناك. ننتقل إلى النقطة الأخرى بعد النيابة والحضانة، هي قضية إخراج بيت الزوجية من مشمولات التركة. هذه في الحقيقة المنظمات المعادية للمرجعية الإسلامية كانت تسعى إلى تغيير نظام الإرث، كان هذا هو الهدف ديالهم، إزالة العصبة وواحد العداد ديال القضايا. لكن الحمد لله العقلاء وأهل العلم وقفوا سدا منيعا دون هذا، فهم دخلوا من باب آخر، وهذا الباب هو باب يقوم على المكارمة ويقوم على التيسير، بمعنى الأصل داخل المجتمع المسلم والأسرة المبنية على المكارمة أن يراعي الزوج مصالح زوجته وهي طرف ضعيف لا قدر الله بعد الوفاة، أو البنات ديالو إذا لم يكن له أبناء، فيجتهد في توفير ما يحتاجن إليه. ولهذا تذكر نحن في حركة التوحيد والإصلاح في مذكراتنا قلنا لا بد من حماية الأطراف الضعيفة، وأعطينا مقترحات منها قضية العمرة، بمعنى الإنسان في حياته يعمر الزوجة لذلك المسكن، أو قضية الهبة في الحياة، أو قضية الوصية، وهذه كلها صيغ شرعية وموجودة في قانون الالتزامات والعقود. الآن الاقتراح الذي قدم للمجلس العلمي الأعلى هو اقتراح العمرة الإجبارية، بمعنى نفترض أن هذا الزوج لم يقم بهذه العمرة لزوجته، فبنص القانون كالوصية الواجبة كتولي هذه العمرة إلزامية. طبعا المجلس العلمي رفضها لأن العمرة مصطلح شرعي له الحمولة ديالو الضوابط ديالو، واقترح بدل ذلك بين قوسين هكذا الذي سمعنا، ولكن ما هي الصيغة ننتظر، هو إيقاف سكن الزوجية عن القسمة. وهذا الإيقاف أمامه محاذير متعددة. المحذور الأول هو أن لنفترضهم قالوا بيت الزوجية، بمعنى سواء مات الزوج أو الزوجة، ولكن رأى الغالب هم يعنون الزوج، أن هذا الزوج توفي وله مسكن، وهذا المسكن قد تكون له قيمة كبيرة جدا، مثلا مليار، كاين اللي عنده فيلا كبيرة في البحر وكذا مليار مثلا ديال السنتيم، وله أم فقيرة وربما له بنات من زوجة أخرى. بأي حق نحرم الأم الفقيرة من نصيبها من الإرث وهو السدس؟ وبأي حق نحرم البنات من زوجة أخرى من نصيبهن من التركة وهؤلاء نساء؟ بمعنى إذا كنا نفكر في مصلحة المرأة لماذا قدمنا الزوجة كامرأة ونسينا الأم كامرأة لها الفضل الأول ونسينا البنات أيضا؟ فبالتالي أعتقد إن كان سيؤخذ بهذا المقتضى لا بد أن نراعي مجموعة من، كما نقول في الرياضيات، من البارامتر. هذه معادلة بوسائط متعددة نراعي هل توجد أم، هل يوجد بنات من زوجة أخرى، نراعي أيضا العصبة، قد يكون الأخ أو الأخت وهم فقراء أيضا
والمسكن كما قلت عنده قيمة مالية كبيرة جدا، فيمكن أن يباع ذلك المسكن مثلا وتشترى شقة مناسبة لتلك المرأة الزوجة لكي لا تتشرد، ولكن أيضا لا نشرد بقية الورثة. فبالتالي هذا الموضوع ديال إيقاف سكن الزوجية أعتقد أنه ينبغي فعلا أن ننظر إليه نظرة شمولية لئلا يحرم الناس من حقوقهم. المسألة باقي شوية الوقت، 5 دقائق. إذن غادي نحاول نتكلم غير باختصار على موضوع التعدد وزواج من هم دون سن الأهلية لكي أمضي إلى بعض المقترحات لتجاوز المخاطر المحتملة. موضوع التعدد في الواقع المغربي في الحقيقة ليس مشكلة، ولا يشكل نسبة لنقولوا هذه ظاهرة، ولكن للأسف هناك ضغوط من باب المساواة المطلقة بين الرجال والنساء لإلغائه. المدونة الحالية وضعت قيود متعددة، لا بد من العدل، المبررات الموضوعية والاستثنائية، أن يكون القدرة على إعالة أكثر من أسرة إذا كان هناك شرط. هذه كلها نرحب بها، وكنا ننادي بضرورة تخفيفها حرصا على مصلحة الأسرة، لأن فعلا قد تكون أسباب موضوعية تدفع الزوج إلى أن يتزوج بزوجة أخرى. فهل الأصلح أن نحافظ على بناء الأسرة ونأذن بالزواج لذلك الزوج، أو لا قدر الله ندفعه إلى الطلاق، لأن الزوجة قد تكون مرض مثلا مانع من المعاشرة بالمرة، وقعت له ربما حادثة وهو يريد أن يحافظ عليها وكذا. فبالتالي هذا الموضوع يحتاج فعلا إلى نظر. المقتضى الذي عرض على مجلس العلم الأعلى وهو كان خطير جدا هو قضية أنه عند عقد الزواج تستشار الخطيبة: هل تريدين أن تشترطي على خطيبك أن لا يتزوج عليك، وتدار في عقد الزواج. وهذا مقتضى خطير جدا. ديجا كما قلنا المادة 49 أجبروا العدول على أن يقولوها للخطيبين في جو ديال الفرح لي وغير مناسب. وماذا تنتظرون من هذه المخطوبة؟ تقول نعم ولا تقول لا؟ بمعنى حرج في كلا الجهتين. لو هي قدرت أن تشترط، المسلمون عند شروطهم، ونراعي إذا وقع ضيق أو صعوبة تحقيق ذلك الشرط ما العمل، ولكن أن تكون عند بداية العقد. هذا احنا عندنا عزوف عن الزواج ونريد أن نزيد الحدة من هذا العزوف عن الزواج. ننتقل باختصار إلى بعض المقترحات لتجاوز هذه المخاطر. كما قلت في بداية هذه المداخلة، نحن نسأل الله تعالى أن يحفظ هذا البلد بإسلامه وبتدينه والتزامه، لكن لا قدر الله نفترض لا قدر الله وقع لنا مثل ما هو في تركيا مثلا أو في تونس مثلا. تعلمون بأن تونس مدونة الأحوال الشخصية تمنع التعدد، مجموعة من القضايا. فما العمل إزاء هذه الأمور؟ أعتقد بأن الواجب والمطلوب منا جميعا هو أن نقول ما هي الآليات لتحصين الأسرة المسلمة ولغرس القيم الشرعية عند أبنائنا في العلاقة بين الزوجين. زارنا الدكتور محمد قرماز، كان وزير الشؤون الدينية سابقا في تركيا، وسألناه عن واقع الأسرة التركية. قال لنا بأن الأسرة التركية هي تتحاكم إلى القانون المدني وليس إلى الشريعة، لكن الأتراك إذا أرادوا عقد الزواج فهم يذهبون إلى المسجد وإلى إمام المسجد، ولا بد أن يعلنوا الزواج، بمعنى أن الأسرة التركية تعي بأن الشرع هو رقم 1. وبالتالي إذا أردنا حماية الأسرة لا بد فعلا أن يعي أبناء المجتمع بأن راه الشرع هو الأساس، وبأنه إذا أعطاني القانون ما ليس لي، راه النبي عليه السلام قال في الحديث: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. لا آخذ ما ليس لي، هذاك حرام، هذاك سحت. فبالتالي أعتقد بأن موضوع القيم، ولهذا لا بد من دور الأسرة في غرس القيم والتنشئة على القيم، لا بد من دور المدرسة. للأسف فعلا المدرسة الآن
سمعنا ببعض مدارس البعثات التي تسعى إلى مقاربة النوع وإدخالها في المقررات الدراسية، وهذه خطيرة جدا. إذا المدرسة رجال التعليم واليقظة للمقررات الدراسية. كذلك الإعلام، للأسف الشديد الإعلام عندنا هناك حرب شرسة على كل ما هو قيمة أسرية وما هو تقديس للزواج وللعلاقة مع الوالدين. فبالتالي لا بد إذا أردنا أن نحمي الأسرة من هذه المخاطر المحتملة من أن نركز على غرس هذه القيم. كذلك دور المسجد والخطيب والواعظ، فإذا هذه مؤسسات لا بد من أن تقوم بدورها. كذلك أختم بهذه، هو دور مؤسسات المجتمع المدني. لا بد للجمعيات المدنية التي تنطلق من الشرع الإسلامي وتنطلق من الفطرة ومن الحفاظ على الأسرة أن تقوم بدورها التفاعلي، دورها الاجتماعي، دورها في الدورات التدريبية للمقبلين على الزواج، المتزوجين حديثا. لماذا؟ لكي نحمي فعلا أبناءنا ونحمي بناتنا، نحميهم من هذه المخاطر سواء القانونية أو المخاطر التي تهجم علينا من الضفة الأخرى. ثم كذلك لا بد الدولة أن تقوم بدورها في تنزيل أحكام المادة 32 من الدستور، وأن تقوم بحماية الأسرة وبتوفير المحاضن والمؤسسات الراعية للأسرة وللبناء الأسري. اكتفي بهذا القدر ومعذرة إن كنت قد أطلت، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. شكرا سي الحسين على هذه المعطيات وعلى هذه الأفكار حول المخاطر التي قد تسبب تفكك الأسرة وقد تسبب عدم استقرارها. باسمكم أرحب بأخي سي الخلفي، فجزاه الله خيرا أنه لبى الدعوة، فالكلمة له إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. إن شاء الله أغتنم هذه الفرصة لتوجيه الشكر للإخوة على في حركة توحد الإصلاح على الاستضافة في هذا اللقاء العلمي بمعية الأخ الحسين الموس للحديث حول موضوع مدونة الأسرة. موضوع مدونة الأسرة مر بمراحل وشهد تطورات، لكن نقاشنا اليوم حول هذا الموضوع يأتي على ضوء الإعلان عن توجهات مراجعة مدونة الأسرة، توجهات من قبل في اللقاء بعد صدور بلاغ الديوان الملكي، في اللقاء الذي نظمه كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير العدل يوم 24 دجنبر. كان لقاء قدمت فيه التوجهات، كان عرض السيد وزير الأوقاف حد الأمور التي حصلت فيها الاستجابة، الأمور التي ترك فيها الرأي لولي الأمر، والأمور التي كان هنالك رفض قاطع لها. ثم أيضا بعد ذلك وزير العدل والحريات الذي حدد يعني التوجهات في 17 نقطة. بعد هذا الإعلان عن هذه التوجهات صدرت نتائج الإحصاء العام، وصدرت قرار رئاسة النيابة العامة، الإحصاء العام لسنة 2024 الذي نظم في شتنبر وأعلن عن النتائج مؤخرا. وصدر بعده تقرير رئاسة النيابة العامة وطنيا عنا. وأنا سأنطلق من هاتين الوثيقتين لأعود لمناقشة الإشكالية في جوهرها.
تقرير نتائج الإحصاء العام كانت نتائج صادمة بشكل كلي ومفاجئ، وهو يعني أعطتنا واحد الخمسة ديال المؤشرات. المؤشر الأول، هنالك ارتفاع في عدد الأسر. وصلنا ل 9.2 مليون أسرة مغربية، لكن ضمن 9.2 مليون أسرة مغربية هنالك 11%، يعني حوالي مليون، هي أسر مكونة من شخص واحد، أرملة أو أم أو لوحده. هذا المؤشر الأول. المؤشر الثاني أو الرقم الثاني هو الرقم المتعلق بالمعدل ديال الخصوبة، واللي كيعطينا مؤشر على تجدد الأجيال. كنا في مرحلة في 2.5%، انتقلنا، هذه في 2004، في 2014 انتقلنا ل 2.2، في 2024 نزلنا ل 1.97%. شنو كتعني 1.97؟ قل من المعدل ديال تجدد الأجيال اللي هو 2.1. ولهذا الهرم السكاني الآن للمغرب، الفئة العمرية اللي هي قل من 4 سنوات ولات أقل من الفئة العمرية اللي هي من 5 سنوات ل 10 سنوات. ولا بقينا غاديين بهذه الطريقة غادي نوصلوا في سنة 2050 إلى 1.77، ولكن من الآن يولي عندنا مشكل ديال التجدد ديال المجتمع. وفي نفس الوقت الحجم ديال الأسر بعد أن كانت الأسرة المغربية في المعدل هي 5 أفراد، 2، الزوج والزوجة وطفلين والجد أو الطفل والأب والأم، أو المهم 5، دابا نزلنا إلى 3.9. هذا هو اللي كيعني معدل الخصوبة فاش كيتراجع، إذا نزلنا ل 3.9 الحجم ديال الأسر المغربية. بمعنى عمليا كنلقاو الزوج والزوجة وطفل، في حالات كنلقاو طفلين، وفي حالات ما كنلقاوش طفلين. يعني القاعدة العامة ما بقاش عندنا 4 أفراد في الأسرة، يعني زوجين وطفلين، بمعنى أننا كمجتمع نواجه تحدي وجودي. المستقبل ديالنا بعد، لأن هذه الأرقام الناس كياخذوا بالأرقام من تيقارنوا الستينات بالثمانينات بهذا 20، يعني 50 سنة. شحال باقي لنا ل 2050؟ بقى لنا 25 سنة، ويتكرس هذا الوضع اللي فيه تهديد وجودي. المستقبل ديال الأسرة مهدد. دونك هذا المعطى الأول أو العناصر اللي كيمكن نستقيوها من الإحصاء العام. كاين عناصر أخرى أخطر. أنا ذكرت دابا المؤشر ديال عدد الأسر والأسر اللي مكونة من شخص واحد، المؤشر ديال الخصوبة، المؤشر ديال حجم الأسر، والمؤشر الثالث. هما 5 مؤشرات. المؤشر الثالث كيتعلق بالأسر التي تعيلها نساء، اللي وصلنا ل 19%، يعني خمس الأسر المغربية. هذا الوجه الآخر لارتفاع الطلاق، الوجه الآخر بمعنى النتيجة الطبيعية عندنا، والوجه الآخر لارتفاع قضايا النفقة. وأنا غادي نتحدث على المؤشر ديال تقرير رئاسة النيابة العامة اللي صدر، هو كيعطي المؤشرات ديال 2023، لكن
إذن عندنا هذا مؤشر رابع خطير، وعندنا مؤشر خامس خطير هو السن الأول للزواج. وهاد المؤشرات كاملة متعاضدة، شي كيكمل شي كيفسر شي. وهو أنه بالنسبة للشباب للذكور تجاوزنا 31 سنة السن الأول، معدل السن الأول للزواج. وبالنسبة للإناث 25 26 سنة. بمعنى كمجتمع هاد نتائج الإحصاء العام عليها أن تكون عنصرا. لماذا؟ عنصرا لإحداث يعني انتفاضة. هذه مؤشرات أزمة سكانية، أزمة ديموغرافية، مستقبلنا مهدد. فاش كنمشيو نشوفوا مدونة الأسرة في عدد من القضايا اللي ناقشتها تسير عكس هذا الاتجاه في النقيض ديالو. وهنا أن نتوقف عند التقرير ديال رئاسة النيابة العامة وناخذ منه واحد 3 ديال المؤشرات دالة أو 4. المؤشر الأول وهو أن يمكن نقول على الأقل ما يفوق 75%، يعني القضايا اللي عند النيابة العامة اللي مرتبطة بالزواج ديال الرشداء تحت الإشراف ديال الأولياء ديالهم تشكل أزيد من 75% في القضايا اللي طرحت على مستوى النيابة العامة كملتمسات. أزيد من 50,000، أزيد من 49,500 مقابل 15,255. إذن هذا المؤشر الأول هو كيأكد الفكرة اللي تحدثت عليها. المؤشر الثاني كيتعلق بالطلاق. وصلنا 122,000 ملتمس قدم في قضايا الطلاق والتطليق بجوجهم بكل أنواع، طلاق اتفاقي، طلاق للشقاق، كل أنواع. 122,000، بمعنى كنقتربوا من أن مقابل كل حالة زواج عندنا حالة طلاق. هذه 20 سنة في 2004 كانت عندنا 5 حالات زواج حالة طلاق تقابلها حالة طلاق. 5 كيتزوجوا كيوقع حالة طلاق. الآن الوضع ما هو 2 حالات زواج وشي حاجة 2.3 أو 5 مقابل حالة طلاق. وممكن المؤشرات العالمية كتحدث على 40% يعني قاعد يعني الدول اللي تتعاني من تفكك أسري شامل هذا هو المؤشر مقابل حالة زواج حالة طلاق. أسرتين كيتشكلوا، أسرة كتفكك، بمعنى عندنا أعلى معدل ديال التفكك الأسري. ليس فقط المؤشر ديال تراجع الزواج، وهذا غادي اللي توا عندنا مؤشر كنا في حوالي 310,000 حالة زواج، هبطنا لحوالي 260,000 حالة زواج. تتراجع الزواج والأسر اللي كتكون سرعان 50% يقول غدا نحو التفكك. القضايا اللي عليها يعني تثار إعلاميا بشكل كبير ملتمسات تعدد 4,481، 4,000 وسط 260,000 تقريبا. ما يتعلق ب ما اسميته قبل قليل في تقرير رئاسة النيابة العامة
عطانا واحد المؤشر ذال كيتعلق بعدد حالات زواج قل من 18 سنة. في الصفحة لما خنتنيش الذاكرة صفحة 150 عدد الحالات ديال الطلبات التي قدمت كان العدد ككل 19,800 حوالي 20,000 طلب تمت الاستجابة ل 8,600 طلب، وتم رفض أزيد من 12,000 طلب. بمعنى القضية ديال الزواج قبل من 18 سنة والقضية ديال التعدد في النسبة العامة كنلقاوهم يعني 4,000 وسط 260,000 أقل من 1%، 8,000 وسط 260,000 أقل من 1%، 10% ديال 260,000 هي 26,000. فنحن أو 5% يعني على حساب النسب، بمعنى نحن إزاء مؤشرات إحصائية بالنسبة إلينا كمجتمع عليها أن تطرح أسئلة كبيرة، بحيث أن قضايا النفقة 46,000 قضية نفقة تقريبا. لأن كاين بعض في 122,000 ديال طلبات الطلاق اللي كتوضع تقريبا 31,000 يقع حلها عن طريق الصلح، وكتبقى 90,000 هي التي يوثق الطلاق فيها. 50% منها كتمشي نحو 50% تتفتح لها قضايا النفقة أمام القضاء. 50% قضايا النفقة أمام الطلاق، 46,000 قضية نفقة. كاين قضايا أخرى اللي هي ما. طيب ماذا تقول لنا هذه المؤشرات؟ أن هنالك مشكل بالإضافة للمشكل الوجودي اللي أعطاه لنا الإحصاء العام، كاين مشكل يعني متنامي يتفاقم يتعلق بتماسك الأسرة. إذن عندنا مشكل في تكوين الأسرة بحسب الإحصاء العام، وعندنا مشكل في تماسك واستمرارية الأسرة. وكلا المشكلة يعني المشكلتين راه هذه المفروض خصها تكون يعني حالة استنفار. استمرارية كمجتمع الأسرة اللي هي الخلية الأساس بمقتضى الفصل 32 من الدستور، واللي الميثاق الذي يجمع أعضاءه ميثاق غليظ كما جاء في محكم التنزيل، تواجه تحدي. طيب نحن هنا في هذا النقاش كنطرحوا سؤال. طيب إذا هذا الوضع ما هي الحلول المطروحة؟ ما هي المقاربة المطروحة؟ كاين مقاربتين على المستوى العالمي. هنالك مقاربة تعتبر أن الأمر ليس مشكلة، هي أصلا مقاربة معادية للأسرة، ولا تعتبر قضيتها تكوين الأسرة. الأسرة شكل تقليدي وسبب من أسباب يعني عدم المساواة وتراجع القدرة على الاستهلاك، وأن الأسرة بشكلها المكونة من رجل وامرأة هذا واحد نموذج متجاوز. هنالك نماذج جديدة للعلاقة التي تجمع فردين، قد يكون رجل امرأة، قد صيغ يعني متعددة مختلفة
هنالك مقاربة من هذا النوع، وهي مقاربة مهيمنة على المستوى الغربي. نعم، التحول السياسي الذي وقع في الولايات المتحدة الأمريكية كشف هذا الصراع ولكن على المستوى الغربي لدى صناع الرأي على المستوى الفكري والفلسفي هم يدفعون في اتجاه طي صفحة الأسرة التقليدية كما يسمونها، وفتح المجال لصيغ جديدة في العلاقات، وهو مشروع أخذ له شعارات من قبيل شعار المساواة، نزع القداسة على العلاقة الزوجية، ابتذالها. ولهذا في أحسن الحالات يعتبر أن قضية الأسرة ليست قضيته، ولكن في التوجه العام هو معادي للأسرة. في المقابل هنالك المقاربة التي نحن جزء منها، مقاربة إنسانية مبنية على الرحمة، ويمثل الإسلام نموذج المتقدم فيها، الذي أسس للأسرة على أساس ميثاق غليظ مبني على قواعد متينة، يعني علاقة شرعية بين رجل وامرأة، وهي مقاربة تشجع على تكوين الأسرة وتعمل على توفير الشروط من أجل استمرارها. ودوت الآن الصراع على المستوى العالمي، هذا موضوع صراع هو بين هاتين المقاربتين. طيب نحن كبلد، موضوع مدونة الأسرة كان القضية، يمكن نقول القضية الأولى من ناحية التشريعية التي طرحت على بلدنا بعد الاستقلال. 1957 شكل آنذاك جلالة الملك السلطان محمد الخامس رحمة الله عليه لجنة لتدوين أحكام الفقه الإسلامي، واشتغلت وأخرجت 6 كتب: الزواج، الطلاق، الإرث، البنوة والنساب، 6 كتب شكلت في نهاية المطاف ما سمي بمدونة الأحوال الشخصية 58. طرأت وطرحت بعد ذلك محاولات للتعديل والمراجعة، ولكن المغرب كان يقف، كان إلى غاية التسعينيات كان الضغط على المستوى الدولي من أجل المصادقة على اتفاقية صداو. اتفاقية صداو، هاد كلمة صداو هي الأحرف الأولى، الأحرف اللاتينية الأولى لاتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة. اتفاقية كونفنشن القضاء elimination discrimination تمييز women. فمن هنا جاءت كلمة صداو. الاتفاقية كانت في 1978، لكن المغرب في التسعينيات كانت موجة، أعلن أنه سيوقع عليها مع تحفظات. والأمور التي كانت فيها خلاف مع الشريعة الإسلامية، أعلن المغرب صراحة، قال هذه الأمور نتحفظ عليها لتعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية. ولم تنشر الاتفاقية إلا في سنة 2001 في الجريدة الرسمية. آنذاك في تلك السنة طرح تعديل مدونة الأحوال الشخصية، كانت حملة، كان نقاش، شكلت لجنة وصدر تعديل جزئي. لكن في 1995 بدأ مسار جديد، لأن كان المسار الأول اللي بدأ مع الاتفاقية، اتفاقية الصداو، اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، في عدد من الأمور إيجابية، ولكن فيها أمور اللي منطلقة من رؤية فلسفية مبنية على لا تعتبر الأسرة قضيتها، ومحكومة بمنطق المساواة المطلقة والكاملة. الآلية ديال هذه الاتفاقية كتفرض حد ذات واحد اللجنة
والدول خصها تقدم تقرير دوري لماذا مدى احترامهم لهذه الاتفاقية والإجراءات أو السياسات التي تم اتخاذها من أجل تطبيق أحكامها. فاش نشرت في 2001 كان التقرير الأول اللي كانت عنده يعني نقاش هو ديال 2008، وكاينه لجنه سميتها لجنه وضع المرأة، وكل دولة خصها دير تقرير وتمشي أمام هذيك اللجنة في جنيف ويكون نقاش وكيخرجوا بتوصيات. في 95 غادي تبدا ينعقد المؤتمر ديال بكين، وغادي يصدر ما سمي بمنهاج عمل بكين، هو اللي تضمن ما يسمى بالتوصيات. في منهاج ديال عمل بكين حدد واحد العدد الاجراءات خصها تقوم بها الدول، وطلب من كل دوله ان تضع الاجراءات التفصيليه انطلاقا من هذاك المنهاج في صيغه خطه وطنيه لادماج المراه في التنميه. ومن هنا في سنه 99 جاءت قضيه الخطه، لان التوصيات ديال مؤتمر بكين ينبغي ان تترجم في خطه، وفي تلك التوصيات عدد من الامور التي كانت، وكان نقاش كبير. الحمد لله انذاك جلاله الملك اعلن بوضوح انه بصفته اميرا للمؤمنين لا يمكن ان يحرم حلالا او يحل حراما. وشكلت لجنه، في البدايه كان السي ادريس الضحاك، ثم من بعد سي محمد بوستا، وكان عمل اللي ادى في اكتوبر 2003 تقدم مشروع، وكان من اهم الامور فيه ان بقيت المدونه في اطارها الشرعي، وهذا ما اكدته الماده 400 منها. انذاك كان نقاش، ولكن الحمد لله كان حدث. وبالنسبة إلينا تم تأكيد سمو المرجعية الإسلامية على الاتفاقية الدولية أو التوصيات الدولية فيما يتعلق بقضية الأسرة، تم ضبط هذه المسألة. وبقينا كبلد عندنا لجنة وضع المرأة اللي كيتقدم لها تقرير وكتصدر توصيات، ومؤتمر بكين كل 5 سنوات كينعقد اجتماع في مارس من كل 5 سنوات في نيويورك لمناقشة مدى التقدم في تنفيذ التوصيات واقتراح توصيات جديدة. فكاين بكين زائد 5 يعني عام 2000، بكين زائد 10 2005، بكين زائد 15 2010، ثم بكين زائد 20 اللي هو 2015 زائد 25 اللي هو 2020. بكين زائد 25 أصدرت توصيات، ولجنة وضع المرأة 2022 صدرت توصيات. نضاف لهم واحد العنصر ثالث، مجلس حقوق الإنسان في جنيف عنده واحد الآلية سميتها الاستعراض الدوري الشامل. أي دولة كيمكن لها تقدم أمام مجلس حقوق الإنسان ويقوم ذلك المجلس بنوع من الفحص لماذا احترام تلك الدولة الاتفاقية الدولية. وأثناء المناقشة تقدم الدولة تقرير، تقول مثلا تقرير العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاقتصاد، ها شنو درنا فيها، حرية التعبير مثلا، حقوق المرأة، وكيوقع نقاش كتصدر عليه توصيات. هذا الأمر بالنسبة إلينا وقع في 2013، وقع في 2017، ووقع في 2022 كل 5 سنوات. فأصبحنا كبلد إزاء واحد الدينامية خارجية كتنتج توصيات وكتطلب منا كدولة كل 4 سنوات، أو بحال مع لجنة وضع المرأة، أو كل 5 سنوات مع بكين، أو كل 5 سنوات مع الاستعراض الدولي الشامل، باش نقدموا الحصيلة ديال التقدم في التوصيات. عندما نذهب لهذه التوصيات الأخيرة فعلا لا خدينا هي لجنة وضع المرأة ديال آخر اجتماع اللي كان في 2022،
عطات توصيات واضحة: إلغاء التعدد، إلغاء تجريم الإجهاض، إلغاء الزواج أقل من 18 سنة، المساواة في اقتسام الميراث، واحد العدد ديال الأمور، معالجة المشكل، القضية ديال الاقتسام ديال الأموال المكتسبة عند الزواج، واحد العدد ديال التوصيات. ونضافت لذلك من بعد الاستعراض الدوري الشامل توجب واحد العدد ديال التوصيات، مثلا إلغاء التمييز اللي مرتبط في التقدم نحو يعني الإلغاء من القانون الجنائي المقتضيات المتعلقة بالعلاقات الجنسية خارج الزواج، يعني العلاقات الغير شرعية، الزنا، إلغاء جريم الشذوذ الجنسي، وإلغاء جريم ديال الإجهاض، واحد العدد ديال المقتضيات. شنو كتعني هذه القضية؟ كتعني أن واحد المقاربة كتقول الأسرة اللي كتعرفوا لا ينبغي تشجيعها وكذا، ولكن راه لقاو لكم بدائل: إلغاء جريم العلاقات خارج الزواج، إلغاء جريم الإجهاض. والنموذج الدال هو فرنسا. دابا الآن في فرنسا مثلا عندنا الزواج 18 سنة، ولكن العلاقات الجنسية خارج الزواج كتبدا في 15 سنة. وطرحت بعض الأفكار باش يهبط ل 13 سنة. واحد جوج، أن ذلك الفتاة مع الفتاة في حالة ما لو وقع حمل، الدولة تتكلف بالإجهاض ودون إخبار الوالدين، ماشي الأخذ الإذن ديالهم، لا، الإخبار ديالهم، بمعنى تشجيع على نموذج مادي إباحي، تشجيع عليه، وفي المقابل ضرب النموذج المبني على الأسرة القائمة على التراحم بين زوج وزوجة، بين رجل وامرأة، علاقة شرعية مبنية على السكينة والمودة، ضرب هذه والإباحة ديالها. ولهذا عندما نناقش بعض التوجهات، لا أقول كل التوجهات، بعض التوجهات التي طرحت في المراجعة ديال مدونة الأسرة، نجدها لا تخدم التشجيع على الزواج واستقرار الأسرة واستمرارها، بل نجدها تخدم ماذا؟ تفكيك الأسرة. وأعطي مثال جلي في هذه المقترحات، هو قضية الطلاق الاتفاقي. جاء في المقترحات أن يصبح هذا الطلاق دون تدخل القضاء، تعاقد مباشر، جوج اتفقوا على الطلاق يتفقوا ويمشوا، بمعنى المسطرة ديال الصلح، إخراج هذا القسم ديال الطلاق الاتفاقي من أن يكون مؤطرا بالصلح. وهذا بمعنى جوج اتفقوا ضاعوا. هذا من الأمور الجد خطيرة. احنا كنا طرحنا خص يدار قضاء الصلح وتولي مؤسسة بحال قضاء التنفيذ وتعطاها الإمكانيات والشروط وكذا، ولكن للأسف ما دارش هذا المقترح. المقترح الآخر ما يتعلق بتثمين العمل المنزلي. الفكرة فيها نقاش، ولكن تنزيل على أرض الواقع. واش غادي نقولوا مثلا المرأة في المنزل كتشتغل نديروا لها السميك 3000 درهم أو 4000 درهم، يعني كيف غادي نديروا التقييم ديال هذاك؟ وهل هذاك العمل فعلا ديال 3000 درهم في الشهر ما يأجره الأجر الفعلي ديالو؟ راه خصو يكون أضعاف هذاك الشيء. ولكن إلا كانت الأمر مبني على هذا الأساس، كيف ستستقر الأسرة وستستمر؟ القضية ديال زرع الفتنة في الزواج من أول يوم، وهذا لم يحسم فيه، رجعت الكلمة ديال العلماء ما حسموش في هذه القضية ديال الإجبار على إدراج
الشرط ديال التعدد في العقد. دابا حنا من أجل عندنا حوالي 20,000 طلب كيشكلوا أقل من يعني 20,000 مقابل 260,000 ديال، ولكن في هاد 20,000 عندنا 8,000. على ود هاد 8,000 غادي نربكوا 260,000، ومن النهار الأول نزرعوا واحد الفتنة في ذلك الزواج. القضية ديال بيت الزوجية وهذه فيها إشكال كبير، لأن النقاط اللي تحسمات ديال سمو اللي مرتبطة بسمو المرجعية الإسلامية من مثل عدم إلغاء التعصيب أو غيرها ما نطرقش لها، كان عندنا فيها نقاش قبل. ولكن اليوم قضية ديال بيت الزوجية والفلسفة المرتبطة به، لأن العلماء تحدثوا عن العمرة، ولكن وزير العدل تحدث عن إيقاف بيت ديال السكنة، استعمل مصطلح آخر، وهذا فيه إشكال، لأن هذا فيه نوع من التعطيل لأحكام الإرث، إخراج واحد الشيء من التركة، رغم أنه إذا كان عندنا مشكل مرتبط بالمشكل ديال الأسر اللي كيكون عندهم واحد الدار اشتراها الأب 25 مليون ولا شي حاجة، و 25 مليون سنتيم منازل ديال السكن، طبيعي ما لن يقبل الشرع تشريد الأسرة. احنا دافعنا على هذه الفكرة ديال عدم قبول تشريد الأسرة في حالة ما لكان الأب توفي خلى هذيك الدار الصغيرة أو هذيك الدار وترك الزوجة والبنات. لكانت ابنة راه عندها النصف والزوجة عندها الثمن، العصبة عندهم حق. احنا قلنا يتسجل الحق ديالهم، ولكن التوزيع ديال من بعد، يعني التوزيع الفعلي ما يتم إلا بعد أن نضمن عدم تشريد ديال الأسرة. أن يصبح الأمر عنده واحد الفلسفة أخرى مرتبطة بالزوجة ماشي بالبنات، لأنه يعني وهذا من بين الأمور وما مرتبطاش بالأم ديال الأب اللي ممكن تكون معرضة للتشريد، وفي الأصل كان عندها حق ديال السدس. إذن باش نلخص المقترحات اللي جات تطرح إشكاليات حقيقية. إذن كخلاصة، أولا الإشكالية اللي كنواجهوها كمجتمع على ضوء نتائج الإحصاء العام ما كتعالجش عبر هذا الإصلاح اللي تطرح. جزئيا في بعض النقاط يتعالج، ولكن الفلسفة العامة مازال ما استقرتش، وهذا الشيء علاش كنطرحوا تنقولوا بعدا تنشوفوا النص النهائي. ثانيا المؤشرات اللي كتجينا ديال الطلاق والتفكك الأسري وكذا ما كان. وثالثا الضغط الخارجي اللي كيحاول يدفعنا في اتجاه نموذج آخر للعلاقة الاجتماعية على مستوى الأسرة. في المقابل شنو هي الآفات الحقيقية؟ واحد دقيقتين إلى 3 دقائق. ما هي الآفات الحقيقية اللي كتواجه الأسرة المغربية؟ آفات الخمس الكبرى. آفات الخمس، عندنا الآفة الأولى اللي هي مخدرات، واللي عندنا مؤشرات تتحدث على أن على الأقل واحد من 10% فما فوق الانتشار ديال المخدرات وكتضرب الأسرة.
عندنا الآفة الثانية اللي هي القمار وسبات الخراب ديال العديد من الأسر. إحصاءات تتحدث عن 3 مليون اللي كيتعطاو للقمار. وعندنا الآفة الثالثة اللي هي العلاقات الغير الشرعية خارج مؤسسة الزواج، الزنا. دي آفة اللي هي كارثة. وعندنا الآفة الرابعة اللي هي العنف، خاصة العنف ضد المرأة. يعني دابا القصص اللي كنسمعوها أو كنشاهدوها، الانتشار ديال الحالات ديال العنف والهدر ديال الكرامة اللي مآسي. ولكن ثقافة العنف تغذى في المجتمع، وهذه آفة اللي هي خطيرة. وعندنا الآفة الرابعة اللي هي الآفة ديال الربا، القروض. راه عدد من الأسر تخربات بالقروض، قروض استهلاكية، وكيدخلوا في واحد الدوامة، وفي نهاية المطاف هادشي دابا راه ديال الإشكاليات الحقيقية، الآفات الخمس اللي كتواجه واللي كتجعل مستقبل الأسرة. عندنا الأسرة كتشكل يتسلطوا عليها هي جوج من هاد الخمسة مشات، هي واحد من هاد الخمسة مشات الأسرة. الآفات الخمس كنسميهم أنا، المخدرات والخمر. هاد راه كاين واحد التقرير خطير ديال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على السلوكات الإدمانية، خرج هاد السنوات الأخيرة، المؤشرات والأرقام اللي كيقول مرعبة. مخدرات مع الخمر، القمار والزنا والربا والعنف، نسأل الله العافية. يعني ديال الإشكاليات، ولا عالجناها وعالجنا معها المشكلة ديال البطالة، أنا ذاك راه غادي يعني ما كنحاولوا نفهموش منين جاية، من أين يأتي المشكل، وكنعالجوا المظاهر ديالو. مشكل نفقة، نعم خصنا نعالجوا هذاك، ولكن خصنا نشوفوا الأسباب اللي نجاتو، وهي اللي كتفسر هذيك الأرقام ديال الإحصاء العام، هي اللي كتفسرها. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. آمين. على هذه المعطيات وهذه المؤشرات التي في الحقيقة تدق ناقوس الخطر، يود ما نكبوا على الحلول التي تحل هذه المشاكل، نزيد إضافة مشاكل أخرى. فالآن الكلمة نبقاها إن شاء الله في 15 دقيقة أو 20 دقيقة. من يريد التدخل إن شاء الله؟